ودي اللي هي اسمها الخريطة الذهنية. يعني ايه الخريطة الذهنية؟ يعني بعلم الفقرات اللي انا عاملاها بفكرة فكرة فكرة فكرة. يبقى انا عندي العنصر الرئيسي اللي هو ده، العنصر الرئيسي اهو تحته 5 افكار. ابقى انا عارفة كمنى او الطالب اللي بيذاكر العنصر الرئيسي ده تحته 5 6 افكار، انا معلماهم بواحد 2 3 4 5. ده اسمه الخريطة الذهنية. ده بتسهل عليك ان انت ال50 ورقة دول هتعمل لهم تلخيص بإجابة نموذجية. فعلا دي احسن حاجة تقدر تجيب بيها تقدير. تمام. طلاب الماجستير هيفهموني اكتر، لان اصلا عشان تعرف تعمل الطريقة دي لازم يكون حد قايلها لك او انت هتتعلمها مع نفسك. لو انت هتتعلمها مع نفسك تقريبا بتدركها وانت في الماجستير، خلاص انت بتبقاش فعلا في المراحل الدراسية بتتعب كتير جدا عشان توصل على المعلومة دي. فناخد بالنا منها لانها هتوفر علينا مجهود كبير. يبقى انا دلوقتي عملت العنصر الرئيسي وتحته 5 6 افكار، العنصر الثاني تحته 5 6 افكار، العنصر الثالث 5 6 افكار. بس يبقى انا كده ضميت الموضوع بتاعي في صفحه وش وظهر، صفحتين، وانا ببقى خلاص الفكره دي او الكلمه اللي انا معلماها بتفكرني بالموضوع. هتكلم عن 1 2 3 4 1 2 3 4 وهكذا. تمام كده يبقى انا قفلت الموضوع اللي عندي. طيب بالنسبه للخريطه الذهنيه انا عاملاها على منصه رايت في الكورس ده، مش هتتعبوا فيه. بالنسبة لي طب أنا دلوقتي مش عارف أقسم الكتاب سؤال وجواب، مش عارف تقسم الكتاب سؤال وجواب، ولنفترض إن أنت عايز تذاكر من الكتاب، أنا هساعدك فيه مفيش مشكلة. ابعتولي على 010 92 78 52 11. ده رقم الواتس بتاعي، أنا هساعدك في تقسيمة الكتاب ما عنديش مشكلة. طيب أنا عايزة أذاكر على طول وأوفر على نفسي جهد، ذاكر من مذكرات رايت. مذكرات رايت موجودة في مكتبة الملاح في سبربي، الناحية التانية من الموقف على أول الشارع محل أذكر. تهتوا في الموضوع اسألوني على الواتس. دي المذكرة سؤال وجواب، متقسمة سؤال وجواب، انت هتحفظ بس فده هتوفر عليك. طيب أنا عايزة أذاكر من الكتاب، ممتاز وأنا هساعدك فيه مفيش مشكله خالص. هوجه لك الاسئله بتتعمل ازاي، انا خلاص اتكلمت فيها، واوجه لك تاني لو انت بعت لي، وكمان هساعدك في تقسيمه الكتاب. ده بالنسبه لطريقه المذاكره اللي هي اساس التقدير. عندي تاني جزئيه بقى، طريقه الاجابه. طريقه الاجابه دي بتختلف من دكتور لدكتور، فكل ماده هنزل لها ان شاء الله ازاي تذاكرها. طبعا طلبة الكورس اكيد بنزل لهم طبعا نفس المحاضرة دي ان شاء الله بتكون موجودة على